هذه ليست مباراة عادية، هذه معركة صدارة وهيبة. الجزائر أمام بوركينا فاسو، إما إثبات الشخصية أو عودة لدوامة الشك. لا مجال للأعذار ولا وقت للحسابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، ولا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لنكن صريحين منذ البداية، مباراة الجزائر وبوركينا فاسو ليست مباراة دور مجموعات، بل مباراة تحدد من هو المرشح الحقيقي للمضي بعيدا، ومن سيبقى رهينة كان يمكن ولو لعبنا أفضل. المنتخبان يملكان 3 نقاط، لكن الحقيقة لا تقاس بالأرقام، بل بما سيحدث داخل الملعب. بوركينا فاسو فازت في الجولة الأولى، نعم، لكنها فوز لم يكن مريحا. احتاجوا للنقص العددي لمنافسهم، وقلبوا النتيجة في اللحظات الأخيرة. فالسؤال المطروح، هل هم أقوى فعلا أم فقط أكثر شراسة بدنية؟ في المقابل، الجزائر فازت بثلاثية نظيفة أمام السودان، لكن هذا الفوز الآن لا يعني شيئا إن لم يترجم أمام خصم حقيقي. الأحد هو الامتحان، إما نؤكد أننا جاهزون أو نعود لنقطة الصفر ذهنيا. الأحد 28 ديسمبر 6:30 مساء، موعد لا يقبل التبرير. التاريخ لا يخدم الجزائر كثيرا أمام بوركينا فاسو، تعادلات متكررة، مباريات مغلقة، وخصم يعرف كيف يعقد الأمور. لكن إلى متى نبقى أسر الماضي؟ وإلى متى نلعب بحذر زائد أمام منتخب نملك أفضل منه فنيا؟ في حراسة المرمى، لوكا زيدان كان في الموعد أمام السودان، لكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده كل مرة. الدفاع هو مفتاح هذه المباراة، وعلى عيسى ماندي أن يكون القائد الحقيقي في الخلف. خبرته مطلوبة، وتمركزه يجب أن يكون مثاليا. إلى جانبه رامي بن سبعيني، لا نريده مندفعا أكثر من اللازم، ولا نريده يتأخر في التغطية، لأن أي تأخر أمام القوة البدنية لبوركينا فاسو قد يكون قاتلا. على الأطراف، سواء شارك ريان آيت نوري أو تم الاعتماد على بن سبعيني كظهير أيسر، فالتركيز الدفاعي أولوية قبل أي إضافة هجومية. وفي الجهة اليمنى، سواء كان سمير شرقي أو أي خيار آخر، المطلوب واضح: لا مساحات، لا أخطاء، ولا كرات عرضية مجانية. لنكن واضحين، بوركينا فاسو خطيرة جدا في الكرات الثابتة، في الضربات الرأسية، وفي الكرات الثانية داخل منطقة الجزاء، وأي خطأ تمركزي من الدفاع يساوي هدفا شبه مؤكد. في وسط الميدان، كفى لعبا بطيئا، كفى احتفاظا بالكرة بلا فائدة. المباراة تحتاج تمريرا سريعا، ضغطا عاليا، وتفاهما حقيقيا بين اللاعبين. في الهجوم، لا نريد استعراضا، ولا نريد أنانية. سواء سجل بنجاح، عمورة أو محرز، صراحة أنا لا أفضل بنجاح إطلاقا في رأي الحربة، أفضل بوركينا. المهم أن الكرة تدخل الشباك. بوركينا فاسو ستلعب بقوة، باندفاع، وبخشونة أحيانا، والجزائر مطالبة أن ترد بالكرة لا بالعصبية. الخطر الحقيقي الدخول بتراخٍ، الرضا بالتعادل، وانتظار الحسابات. أما الطريق الصحيح فهدفا مبكر، وضغطا متواصل، وكسر ثقة الخصم منذ الدقائق الأولى. في النهاية، من يرتدي قميص الجزائر مطالب أن يقاتل، أن يتحمل المسؤولية، وأن يقول في الملعب: نحن هنا من أجل الصدارة. الأحد سنعرف كل شيء، والملعب لا يكذب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.